السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل رز حبايه وحبايه. احنا عملنا قبل كده الرز بالطريقه السهله جدا عشان بناتنا الحلوين اللي اول مره يطبخوا الرز. النهارده الحلقه الثانيه للرز، اسمه رز حبايه وحبايه. انا بغسل الرز اهو زي ما انا قايله لكم، دعكه خفيفه خالص بكفه الايد عشان ننزل النشا وعشان خاطر الرش والكلام ده كله اللي في الرز، ولو في اتربه ولا الكلام ده كله، ونغسله لغايه ما نلاقي الميه بقت بيضه زي الفل. خلاص دي اخر مره بقى اهو، دي اخر غسله الرز. بعد ما اصفي الرز هقسمه على نصين، نص هحمره في حته سمنه والنص التاني هركنه على جنب. هنشوف دلوقتي كل حاجه. طبعا يا حبايبي عقبال ما الرز يتحمر كده بسرعه، ده معيار الميه قد معيار الرز اللي انا عاملاه. معلقه ملح اهي وبدوبها جوه الميه. انا بعمل الطريقه دي لبناتنا الحلوين اللي اول مره يقفوا في المطبخ. احنا بنعمل بسرعه بسرعه، يعني ما بنعملش الحاجات دي كده، بس دي لبناتنا الحلوين القطاقيط. خلاص، وتدوقوا الحدق الميه تمام وتقوموا حطاها على الرز اهو. ده عشان البنات اللي اول مره تسال طب الميه ازاي والحدق ازاي. ادي الملح وادي الميه قد معيار الرز بالظبط. السلام عليكم حبايبي الحلوين. احنا دلوقتي غسلنا الرز ماشي، وحته سمنه او حته زبده ماشي الكلام، عليهم شويه زيت عشان يفلفل الرز. هعمل ايه؟ ده الرز اهو، هاخد بس شويه، اخلي بس السمنه تسيح والحله تسخن، وهاخد شويه رز قيمه كبشتين بالظبط بايدك اهو. ادي كبشه ماشي اهو، وادي الكبشه التانيه، ادي الكبشه التانيه اهو. هعمل فيهم ايه؟ هفضل احمر فيهم واقلب فيهم لغايه ما يبقى لونه بني ذهبي تمام. وبعد كده هحط الرز الابيض. هنشوف كل حاجه واحده واحده اهو يا حبايبي. بدا الرز ينشف ازاي، بدا يعني هيبتدي يخش في الايه، في التحمير. ايدنا فيه واعكسها عنه علشان خاطر ما يلدعش معاكي. ايدنا في التقليب اهو. بصوا يا حبايبي، ايدي في الرز بدا يصفر ازاي، بدا يخش في اللون الصفار. ايدي مادام دخل في اللون ده، ايدي على طول في الحله علشان هيبتدي يتحمر. حبايبي قلبي فيه اهو، غمقيه وما تخافيش لان هو بيفتح في الاخر، عشان كده ايدك اهو غمقيه اهو. شايفين كده يا حبايبي اهو؟ بصوا معايا، شايفينه؟ اوطي على النار بقى واقوم بصه، اقوم حاطه الرز الابيض اهو خلاص عليه اهو. واقوم مقلباه الاتنين في بعض. ده اسمه رز حبايه وحبايه، وفي ناس بتقول عليه الرز المفلفل اهو. يتقلب كويس اهو، يمين وشمال كده اهو. واقوم حاطه الميه اللي انا قلت لكم عليها بالحوض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص نقلبه بقى كده اهو، وانزل الجوانب واللي في المعلقه كده. خلاص ده يتعمل مع رز وبطاطس، عايزه تعمليه مع اي اكله تعجبك براحتك خالص. كده خلصنا الرز المفلفل. طبعا انا عندي طبيخ النهارده بطاطس، فبحب اعمله جنب البطاطس حبايبي. خلاص هنغرف الرز بقى اهو. طبعا معلش بقى عشان احنا ايه مستعجلين، فمش هقدر بقى ازوق اهو يا حبايبي اهو. شايفين مفلفل ازاي؟ شايفين شكله ولونه؟
شايفين؟ طبعا انت بنوته جميله، ممكن تحطيه في طبسيه وتعمليه مكعبات في قوالب، يعني تزيين السفره. ايه رايكم؟ كل سنه وانتم طيبين. باي باي.